يا اهلا وسهلا بيكم. النهارده جايبه لكم سر من اسرار طبختي، جايبه لكم السر الجميل اللي بيخلي الطبخه عندي ولا اروع. ايه هو بقى السر؟ استعملته كتير فجالي النهارده منهم البوكس الهديه ده زي ما احنا شايفين. بصوا اهو جالي الشحن، واي حد فينا هيطلب هيجيله الشحن بنفس الشكل ده. معايا ايه؟ بهاراتي من اجمل واحلى البهارات اللي بتخلي الاكل معاكي ولا اروع. تعالوا كده نتفرج على البوكس الجميل ونشوف فيه ايه. بجد انت مش هتستعملي اي بهارات تانية خالص الا بهاراتي. اهو بصوا الشحن هيتشحن لك لحد عندك بالشكل ده. بصوا جالي زي ما احنا شايفين اهو. تعالوا بقى نفتح البوكس اللي احنا شايفينه ده ونشوف بهاراتي جايب لي ايه. بهاراتي من اجمل واروع بجد البهارات اللي احنا ان شاء الله هنستعملها. وبجد بجد بصوا ريحتها بجد والله جميله جدا. انا حبيت بس لان كتير قالوا لي إيه ما شاء الله اكلك فيه تكه جميله. لو مش حابه تستعملي بصل تستعملي ثوم من اولاد. تعالي بقى اوريكي اجمل واحلى بهارات. بصوا شايفين البوكس اللي احنا شايفينه ده؟ في حاجات كتيره قوي انت مش هتستعملي على فكره ولا هتجيبي التوابل الجاهزه اللي هي العلب اللي احنا بنشتريها للعروسه. لا 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 لا، هو مش هيخليكي تجيبي اي حاجه، هو جايبه جاهز جدا. بصوا زي ما احنا شايفين انا بقى هوريكم ايه حاجتي كده بالراحه. حاجه بهاراتي من اجمل واروع البهارات اللي بستعملها في البيت وناسه. كتير سالوني شيف عزه ايه حكايه البهارات. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض زي ما احنا شايفين. بصوا اهو معانا زي ما احنا شايفين. هنا معايا الكمون ريحته حلوه، ومعانا الفلفل الاسود. تعالوا بقى نرصصهم كده. وكمان معانا ال11 بهار زي ما احنا شايفين. يعني مش هندور على علب ولا حاجه، هي جايه كلها بعلبها جاهزه زي ما احنا شايفين. والله على الكزبره، كزبره بهاراتي من اجمل بجد في طشه الملوخيه تحفه خطيره. بصوا وكمان معايا البابريكا، لا دي الشطه. بصوا شايفين. ومعانا كمان هنا اهي البابريكا. يعني تقريبا انت هيبقى معاكي كل البهارات زي ما احنا شايفين. ومعايا كمان البصل البودر. بصوا البصل البودر. ومعانا الكركم. يعني انت مش هتستعملي اي حاجه، البوكس هيجيلك كامل ما شاء الله زي ما احنا شايفين. ومعانا كمان هنا قلنا الشطه الجميله. بصوا اهي دي بقى الشطه المشطشطه قوي. ومعانا الثوم البودر. كل البهارات دي لو انت حابه ان انت لا تحطي ثوم ولا بصل ولا الطماطم والحاجات اللي الولاد مش بيحبوها والكلام ده كله ولا الفلفل، هتستغني عن كل ده بالبهارات. الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى شغلي كله في فيديوهاتي وفي البرنامج من البهارات الجميله. معانا البهار الهندي. بصوا لا مش كده كمان، ده لسه في حاجات كتيره قوي شايفين بقى. ولسه بقى الاحلى والاحلى. شايفين معايا ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم بالراحه كده ده ايه. ده معايا زي ما احنا شايفين توابل البطاطس. بصوا الكميه قد ايه. الكميه على فكره حلوه قوي زي ما احنا شايفين اهي. دي بهارات بطاطس. بصوا اهي. دي بقى من الحاجات المميزه بالنسبه لي وبحبها جدا، لان احنا بنحمر البطاطس وبنحط عليها البهارات، او بتعملي المكرونه البيضاء وبتكتفي بيها بالبهارات ديت. وكمان معايا الحواوشي. بصي شايفين انا هوسع لكم كده شويه. بصوا ومعايا كمان بهار الحواوشي. بصوا قد ايه، شايفين قد ايه. وكمان معايا بهار الكفته الجميل، كميه جميله جدا ومش هتستعملي اي علب خالص. وكمان معايا بهار الشاورما. شايفين بصوا قد ايه. انا بس ايه هوريكم كل الحاجات اللي معانا. البوكس بصراحه ما شاء الله مليان. اللحمه المشويه ما نسوش معانا اللحمه المشويه زي ما احنا شايفين. بصوا وكمان تتبيله السمك. ايه رايكم؟ بجد والله العظيم انا عايزه، بس انا من كتر ما فرحانه قوي بالبوكس فحبيت اوريكم الشيش طاووق. بصوا قد ايه، يعني ما فيش حاجه هم نسوها معانا.
بصوا شايفين، ومعايا تتبيله الكبده، اهم حاجه. وكبده ايه بقى؟ كبده الاسكندراني. تمام. وبصوا يا سلام، دي بقى المفاجاه، المحشي المصري. شايفين بهاراتي؟ بهاراتي بجد حاجه اكتر من الخيال. الله. وكمان معايا الدجاج المشوي. يعني انت عندك تتبيلتين للشوي. يعني بصوا اهو، شايفين؟ بصوا كل الكميه اللي قدامكم دي باسعار جميله جدا اهو. شايفين؟ بصوا كل البوكس ده. شايفين بهاراتي من اجمل واحلى البهارات اللي انا بستعملها. بجد ريحتها روعه جدا، هتستغني عن اي منكهات تانية. معاكي كل حاجه. بصوا شايفين؟ بصوا الكميه معايا كتير قوي. بجد استعملوها. ولما تحبوا تطلبوها هحط لكم البيج وهحط لكم ارقام التليفونات، هتجيلكم لحد البيت. بجد 48 ساعه او ممكن 24 ساعه هتكون كل البهارات دي عندكم. البهارات دي جميلة بجد، على ضمانة الشيف عزة حسين. استعملوها والله العظيم ما هتندموا.